عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديدة وفي غسيت جديدة والأهم بنينة. اليوم جبت لكم وصفة سهلة وبسيطة، جبت لكم وصفة المقرونة البوتانيسكا. غسيت بسيطة تحضر خفيف سورتو للأمهات اللي تخدم اللي الريتم متاع حياتها سريع جدا. دونك شنو نستحقوا؟ نتعداو للمقادير. نستحقوا اليوم بصل، زيت زيتونة كاس غربة، طماطم كونسونطري. لهنا انا شريت طماطم الحكوك هذوكم انتم تنجموا تستبدلوها بطماطم مكعب وترحيوها، مكعبات طماطم مكعب. نستحقوا هريسة عربي اللي يحب، فلفل احمر، ثوم مرحي، فلفل مهروش وتابل، فلفل اكحل وملح، ثوم. لهنا عندي رند وبازيليك اللي يحبوا. وبالنسبه للتزيين عندنا زيتون اخضر وزيتون اكحل، فلفل بار العبيد والطن بيان سور، ولهنا جبن مرحي. اول حاجه بدينا بها حطينا الزيت زيتونه نتاعنا وباش نحطوا البصل، هذه بصله كامله، وباش نزيدوها هكا راس الثوم نتاعنا اللي عملناه الكل، وباش نحطوها على الغاز تتقلب. هنا حطيت البصل والثوم وزيت زيتونه نتاعي يتقلاو، وتوا باش نهبط هكا الطماطم الخضراء. اونتر المقرونه نتاعي قاعده تتصمت على جنب. في المرحله هذه نصبوا الصوص طوماط اللي عندنا، نحط الطوماط كونسونطري، ونحط الرند والبازيليك نتاعي. في الليطاب هذه باش نصب الماء نتاع المقرونه اللي صبت فيه المقرونه الباردة، انا حطيته في الصحفه. وتوا باش نحط الفحات نتاعي، كان تحبوها حاره حطوا فيها الهريسه العربي كيما قلت لكم، التابل، الفلفل المهروش، الفلفل احمر زينه، وثوم مرحي، والفلفل اكحل والملح بيان سور. بالنسبه للملح ما نكثروش برشا، نقراو بحسابنا اللي احنا باش نحطوا الثوم، الزيتون، الجبن، الفلفل المسير، دونك ما نحطوش برشا. في الليطاب هذه نحطوا الثوم بعد ما نحيتو الزيت، ونحط الزيتون والفلفل، فما شكون يحط الكباره وشوا، ونهبط المقرونه نتاعي نخلطوها بالكدا. في الاخر نحطوا لها جبن. هذه البوتانيسكا متاعنا لليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، وان شاء الله تجربوا الغسيت. ما تنسوش باش تعملوا لي ابونمون جيم وتشجعوني وتعطيوني رايكم في الغسيت. باي باي.